بص يا صاحبي، اللي هحكيهولك ده حصل بجد. ودي مش مجرد قصة مرعبة، دي حاجة لو فكرت فيها هتحس انك مرعوب حتى وانت وسط الناس، لانك مش هتكون متأكد مين اللي واقف جنبك. انا صلاح، شغال مندوب أدوية، وشغلي بيخليني أزور عيادات كتير ودكاترة كتير في أماكن مختلفة. اليوم ده كنت في شارع هادي جدا في مصر الجديدة، والدكتور اللي عندي ميعاد معاه قال لي قابلني في العيادة رقم 7 بعد الساعة 12 بالليل. بصراحة أنا استغربت ليه متأخر كده، بس قلت ماشي، ساعات شغلنا مواعيده بتبقى غريبة وممكن العيادات بتتأخر. وصلت عند العمارة، كانت العمارة قديمة جدا، بس اللي أغرب إن الممر كان ضلمة تماما وكل العيادات مقفولة ما عدا عيادة رقم 7. كان في نور ضعيف خارج من تحت الباب، واليافطة مكتوب عليها اسم الدكتور، دكتور يوسف المليجي، أخصائي جراحة عامة. دوست على الجرس بس لقيت الباب فتح لوحده. أول ما دخلت كانت العيادة مش عادية خالص، كان في ريحة مطهرات كتير زي ما تكون خانقة، كأن المكان كله متغرق في كحول. الاستقبال كان فاضي، ما كانش فيه ولا ممرضة، وما كانش فيه أي صوت غير عقارب الساعة بتاعة الحيطة. قربت من باب الكشف وخبطت، سمعت صوت: اتفضل يا صلاح. صوته كان واطي، كأن حد بيتكلم من جوه بير. فتحت الباب، الدكتور كان قاعد ظهره ليا، لابس بالطو أبيض، بس كان بيتحرك بطريقة غريبة كأنه بيتكلم مع حد مش موجود. قلت له: مساء الخير يا دكتور، حضرتك كلمتني بخصوص العرض اللي عندنا صح؟ لف وشه، وساعتها اتمنيت انه مكان لف وشه. مش دكتور، مش انسان، وشه كان مترهل جدا، ما كانش طبيعي، كأن حد لابس ماسك على وشه. ما كانش مظبوط خالص، كان بعين واحدة والعين التانية كان نصها مشوه، وبقه كان متني بطريقة تخليك تحس ان هو مش بشر. بس المصيبة ما كانتش هنا خالص، المصيبة كانت في ايديه. كان في ايد تانية طويلة نحيفة جدا طالعة من تحت البلطو، كانت سودة كأنها متفحمة. ساعتها بس لاحظت حاجة: اسم الدكتور اللي كان على اليافطة بره كان عليه تراب كتير كأنه متشال من زمان، وكمان الملف اللي على مكتبه مكتوب عليه الحالة رقم 7، تجارب إعادة الأنسجة. التجربة الأخيرة فشل ومات المريض. رفعت عيني ليه، لقيته واقف قدامي بوشه المشوه، وصوت ميت قال لي: الدور عليك يا صلاح. جريت بأقصى سرعتي، باب الكشف قفل لوحده والنور اتطفى. المصيبة الأكبر، مفيش باب أصلا، الحيطان كلها سادة كأن الأوضة دي ملهاش مخرج. بس سمعت من ورايا صوت كرسي بيتحرك، وصوت خطوات غريبة بتقرب مني، وفي همس مرعب بيقولي: مين قال إنك هتخرج؟ قمت ردد عليه، قلت له: إيه اللي حصل بعدها؟ قال لي: مش فاكر، أنا خرجت إزاي معرفش، ولا مين اللي لقاني، بس اللي متأكد منه حاجة واحدة بس، إن العيادة رقم 7 دي مكان ما ينفعش تدخله. صحيت لقيتني في مستشفى، وبعد كده صممت أعرف إيه اللي حصل وأبحث عن أي معلومة عن العيادة دي، لحد ما وصلت الراجل عجوز اسمه الحاج صفوة، كان شغال فراش في العمارة زمان. أول ما سألته عنها وشه قلب وقال لي بصوت مرعوب: يا ابني انت كنت هناك، انت شفت اللي جوه؟ حكيت له اللي حصل معايا، وهو فضل ساكت شوية، بعدها بدأ يحكي. قال لي في التمانينات كان في دكتور اسمه يوسف المليجي، كان جراح معروف، بس كان عنده هوس غريب بتجارب إعادة الأنسجة، وكان بيعمل عمليات سرية على المرضى، مش أي مرضى طبعا، كان بيعمل على الناس الفقراء أو المشردين أو اللي ملهمش حد، ومحدش كان بيشوفهم بعد ما يدخلوا العيادة. وناس كتير كانت بتقول إن هو بيجرب حاجات كتير ضد الطبيعة وضد القانون، وكان بيحاول يرجع الميت للحياة، بس اللي رجعوا ما كانوش بشر عاديين. وفي يوم من الأيام العيادة كلها اتحرقت فجأة، والبوليس لقى جثث كتير محروقة جوه، بس الدكتور يوسف نفسه اختفى. الغريب بقى
إن بعد سنين العيادة اتفتحت تاني، لكن كل اللي اشتغلوا فيها كان بيحصل ليهم حاجات غريبة جدا. ناس كانت بتتجنن، وناس كانت بتختفي، وناس بتقول إنها كانت بتشوف الدكتور يوسف نفسه قاعد جوه العيادة، قاعد زي ما هو بس وشه مش وش بني آدمين. ومن يومها مفيش حد قدر يقفل باب العيادة. كل ما يحاولوا يقفلوها الباب يتفتح لوحده والأنوار بتنور كأن حد مستني جوه. بعد كل اللي قاله قررت أرجع تاني للعمارة الصبح وأتأكد بعيني. أول ما وصلت هناك وقفت قدام الباب، وفعلا كان باب العيادة مفتوح كأن لسه حد داخل جوه. لما قربت سمعت صوت عمره ما هيفارقني. لقيت حد بيقولي: صلاح، الدور عليك جوه. الغريبة مش الصوت ده، الغريبة إن هو كان صوتي أنا جاي من جوه العيادة. والمصيبة إني حسيت بحد بيهمس في ودني. قررت أدخل. الممر كان ضلمة، بس كان في نور ضعيف جاي من باب الكشف. قربت ببطء وإيدي كانت بتترعش، ولما فتحت الباب لقيت نفسي قاعد على الكرسي قدام مكتب الدكتور. بس أنا كنت واقف. إزاي شايف نفسي؟ معرفش، كانت نسخة تانية مني. رفع راسه وبصلي، نفس وشي ونفس هدومي، بس عينه كانت كلها سودة بالكامل. ابتسم ابتسامة غريبة وقال لي بصوتي أنا: الدكتور مستنيك، جه وقت العملية. حاولت أجري بس العيادة كلها اختفت. بقيت محبوس في أوضة عمليات متسمر على ترابيزة جراحية، والنور ساطع فوق دماغي، وصوت خطوات تقيلة بتقرب مني. الحقيقة اللي اكتشفتها متأخر. آخر حاجة شفتها قبل ما النور يطفي كانت مراية على السقف من فوق، شفت فيها نفسي لابس بالطو الدكتور. قلت له: عملت ايه؟ رد عليا وقال لي: مش فاكر. فقت لقيتني هنا في المستشفى هنا. بس هو سؤال واحد بس بسأله لنفسي كل يوم، كل يوم من يوم ما جيت وانا بسأل نفسي نفس السؤال كل يوم: مين فينا صلاح ومين الدكتور؟ وانا جيت هنا ازاي؟ انا مش فاهم اي حاجة ومش عارف اي حاجة، ومش عارف ايه اللي بيحصل لي، ومش عارف برضو ايه اللي هيحصل لي. من يومها ومش عارف انام، مش عارف اعيش طبيعي، حتى مش عارف اخرج من المستشفى من هنا. من يوم ما رحت العيادة رقم 7 وانا حياتي كلها بقت عبارة عن لعنة كبيرة. لحد دلوقتي مش عارف افكها، ومش عارف هتتفك في يوم من الايام ازاي. فعلا العيادة رقم 7 المكان اللي ما كانش ينفع تدخله، ولو دخلته مش هينفع تطلع منه سليم.